يمكن في أسباب كتير في الزمن ده لضيق الرزق، هو طبعًا ابتلاء من عند ربنا، لكن عايزة أقول لكم إن إحنا في غلطات بنعملها في حياتنا مش حاسين، يمكن ما عندناش وعي ليها وبتكون هي اللي متسببة في الموضوع ده. أنا جاية النهارده أكلمكم في نقطة معينة وحاسة إن هي بجد زي ما تكون مبوظة حياتنا كلنا، حاجة كده بقت منتشرة في المجتمع، كلنا بقينا شايفينها عادي وبنعملها على إنها عادي، لكن هي في الحقيقة كارثة، كارثة بكل المقاييس، ويمكن هي كبيرة من الكبائر ومحدش فينا حاسس ولا فاهم وشايفينها إن هي حاجة عادية جدًا. أنا جاية أكلمكم عن كل أو هو أكبر سبب بصراحة من أسباب الفقر في بيوتنا دلوقتي، فكرة التقسيط بالفيزا كارد سواء مع البنوك مع كل الapplications بقى اللي طالعة بكل مسمياتها، مع المؤسسات اللي هي تلاقي مكان كده يقول لِك تعالي مثلًا قسّطي وهكذا يعني، أو بيبيع لِك مثلًا سلعة معينة وأنتِ بتقسّطيها من عنده. أيًا كان بقى، يعني الموضوع ده بقى متشعّب دلوقتي لكل حاجة، وكل حاجة داخل فيها الكلام ده، وأنا باقول لكم الكلام ده برضه بمناسبة دخلة المدارس، لإن طبعًا بيتبعت لنا معظمنا يعني لو ولادِك مثلًا في مدارس يعني عالية شوية، بيتبعت لِك بقى إن أنتِ ممكن تقسّطي تبع البنك الفلاني أو الكلام ده كلّه. فعايزة أقول لكم إحنا مش بنفهمها أوي، ويمكن أنا واحدة من الناس كان الموضوع ده غايب عني، لإن أنا كنت مفكّراه حلال، ولمّا ودخلت فعلًا في حاجات كتير من دي، وما كنتش فاهمة إن أنا باعمل حاجة حرام، هاحكي لكم القصة كلّها دلوقتي. لكن أنا جاية أقول لِك من دلوقتي إن هي حرام، 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 وأنا هاوصّلها لِك دلوقتي وهافهّمها لِك كده ببساطة إزاي، حتى الحاجات اللي هي زيرو فايدة والكلام ده كلّه واللي أنتِ ما كنتيش واخدة بالِك منها. أنا باعمل برضه الكلام ده عشان أنا كان نِفْسي أبقى عارفة الكلام ده حد يسمّعه لي قبل ما أدخل في الحاجات دي، لإن الحاجات دي فعلًا بتنزع البركة من البيت بطريقة فظيعة. طيب زي إيه؟ لمّا أنتِ بتقولي لي مثلًا الحاجات الزيرو فايدة يا نوني، طَب إزاي؟ ما هي زيرو فايدة، ما هو إحنا بنقول لو هي الفايدة دي نَفْسها هي اللي حرام، فهو الموضوع زيرو، يبقى إزاي؟ يبقى إيه الحرام اللي فيه؟ هاقول لِك على حاجة، أي مكان من دول، أي حاجة خالص بيقول لِك إن أنتِ لو مثلًا هنقول أنتِ جايبة يا ستي هنتكلم مثلًا على الأجهزة، هنقول أنتِ جايبة جهاز ب10.000 جنيه، تمام، حضرتِك هتدفعي لي مثلًا يوم واحد هنقول إن هو مثلًا على 5 شهور، أنا باضرب أي أرقام عشوائية يعني، فلو على 5 شهور حضرتِك كل شهر هتدفعي لي 2000 جنيه، تمام، يوم واحد. طيب لو أنتِ جيتِ دفعتِ يوم واحد ده مش معاكِ، جيتِ دفعتِ يوم 10 هياخد منِّك ال2000 جنيه هي؟ لأ مش هياخد ال2000 هي، البنك هتلاقيه زوّد عليكِ حاجة. ده أولًا يعني، فالحاجة دي هو إيه معنى الربا، يعني إيه معنى الربا زمان في ديننا واللي كلنا عارفينه ببساطة، أنتِ مزنوقة أو في ضيقة أو في أي حاجة، الناس زمان كانت بتروح لواحد كده معين تقول له يا عم أنا عايزة 1000 جنيه أو 100 جنيه أو أيًا كان، يقول لها تمام خديهم واديهم لي مثلًا 1200. طيب ما هو كده أنتِ عمل إيه؟ أنتِ ال2000 جنيه لأ ما نفعش، وبعدين الناس بتاعة زمان دي كانت كل ما بتتأخر كل ما النسبة اللي هُم مزودينها دي، يعني أنتِ واخدة 1000 لو جيتِ يوم واحد هناخد 1200، جيتِ يوم 10 هناخد 1400، جيتِ يوم مش عارفة كام هناخد وهكذا. الزايد عن ال1000 ده هو ده الحرام، هو ده الحرمانية، هو ده الربا. اقعدي كده اقعدي مع نفسِك وفكري كده في كل الapplication دي بتعمل إيه، بتعمل كده. كلّهم بياخدوا الفايدة دي الزيادة، ولو ما خدهاش بصيغة صريحة، بياخدها لِك بقى بصيغ تانية مختلفة اللي هي ما مش عارفة فوايد إيه ومصاريف إدارية إيه ومش عارفة إيه، بيحط شوية حاجات كده عشان يطلّع لِك برضه option يروح واخد منه رقم كده. الكلام ده كلّه حرام، الكلام ده كلّه حرام في بيوتنا. فيَز المشتريات اللي كلنا بنعملها دي، أنا برضه كنت مفكرة إن أنا ذكية، هو قال لي يوم واحد أنا هالتزم بيوم واحد، أنا لو حصل إيه اتطبقت الدنيا على الأرض، أنا هالتزم بيوم واحد وراح أدفع اليوم ده. تمام، إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل بقى اللي أنا بقى قريت شيخ فيه إن أنا ده بقى اللي أنا كنت مثلًا عملته وفعلًا كنت بالتزم، ما كنتش بادفع فوايد ولا أي حاجة، بس بعدها في شيخ كده وكذا حد بقى لمّا تبعنت في الموضوع ودخلت على فتاوى وكذا حاجة، لقيت إن كلامهم صح، إن أنتِ أصلًا مثلًا أنتِ رُحتِ البنك نفسه ومضيتِ على عقد بتقولي فيه بيقول لِك يا فلانة أنا هاخد منِّك يوم كذا، كذا، لكن لو اتأخرتِ هاخد بالزيادة، أنتِ قُلتِ له أنا موافقة ومضيتِ في البنك على العقد ده، لكن لمّا جيتِ تطبّقي ما طبّقتيش ده، يعني أنتِ كده أنا هادفع في ميعادي ومش هادفع أي زيادات، أنا برّه الموضوع ده، لكن العقد اللي أنتِ مضيتِ عليه ده اسمه عقد ربوي، فما ينفعش حاجة أصلها حرام تبقى هي حلال. يعني هي أول خطوة في الموضوع إن أنتِ وأنتِ لسه بتستلميها في إيدِك أنتِ ماضية على العقد ربوي ووافقتِ، أكنِّك قعدتِ كده تتفقي على حاجة حرام، فتفتكري ربنا هيبارك في أي حاجة بعد كده؟ وعايزة أقول لكم يمكن أنا استخدمتها مرّة هو في جهاز واحد، وأسوأ حاجة جبتها مع إنه ماركة وكل الناس بتشكّر فيه ومع كل الناس واو والكلام ده كلّه، يمكن أسوأ حاجة جبتها في حياتي، أسوأ جهاز جبته،
ما فيهوش بركه اللي هو من تاني شهر حصل فيها حاجات غريبه يعني. ما فيش بركه، هي فعلا هي دي بركه ربنا. لو انتوا عايزين بركه ربنا في بيتكم، ابعدوا عن اي حاجه فيها شبهه. كل الكلام ده فيه شبهات. هتدخلوا الكلام ده ازاي في مصاريف تعليم ولادكم يعني؟ كمان يعني الواحد بيقعد يضحي بكل حاجة عشان خاطر بس ولاده يبقوا كويسين. بلاش بقى تقعدوا تروحوا تقسطوا المدارس من دلوقتي، انا بقول لكم اهو بلاش. يعني اتصرفي، اعملي اي حاجة، ظبطي امور حياتك وظبطي حياتك على قد مقدرتك. ما تخشيش في حاجة انت اكبر منها، لان ده برضو ده غلط جدا. ما يعني كل حد ليه قصة حياته كده، اللي يقدر يظبطها ظبطيها بأي طريقة غير الطريقة دي. فما تعمليش كده بجد، الحاجات دي بتبقى صعبة قوي. اسهل حاجة ان انت تتقي الله يعني اسهل حاجة ان انت تبقي كويسة في حياتك انك تتقي الله. في كده مرة شفت فيديو لدكتور عمر عبد الكافي، كان بيقول ايه، كان قال قصة جميلة قوي. كان في واحدة ست أرملة وعندها ولادها، ومش بتقدر يعني مش قادرة تصرف عليهم، أرملة، وده كان في زمان يعني عصر قديم. فكانت بتروح كده عند المسجد تقف، اللي ربنا بقى بيرزقها بيه هي دي اللي بتروح انها تأكل ولادها بيهم. طب بتسيب ولادها فين؟ بتسيبهم عند الناس اللي جنبها يعني جيرانها، والناس اللي جنبها جيرانها دول اصلا برضو فقراء جدا. فكانت بتعمل ايه؟ كانت الفلوس اللي بتطلع لها من القعده دي، او الفلوس يعني بتطلع لها في اليوم ده، كانت تروح تقسمها مع جيرانها دول وياكلوا سوا. فهي اولا برضو هي عملت حاجه طيبه يعني، طبعا ان هي حتى في عز ازمتها دي كان بتقاسم الناس معاها. تمام. واكيد ربنا عارف ان هي طيبه وكويسه وكل حاجه. لكن ساعتها قابلت امام مش فاكره اسمه بالظبط، فقال لها، بيقول لها انت قاعده كده ليه؟ فحكيت له قصتها، انا كذا 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 وما فيش اكل في البيت وولادي والجيران وبتاع، وبعمل الحاجه الفلانيه دي. فقال لها، قالت له طب عندك حل ليا تاني يعني؟ هو بيقول لها بلاش كده. فقالت له طب عندك حل ليا؟ انا بحكيها لكم بس بالعاميه. قال لها اه طبعا عندي حل. اتروحي اهم حاجه تستغفري، ما يعديش عليكي يوم لو انت مستغفري كتير وتحوقلي كتير وتفوضي امرك لله كتير وتقولي كل الاذكار كتير وتخلي قلبك مع ربنا كتير وتدعيه، وهو ربنا باذن الله هيرزقك. الكلام ده هي كانت بتعمله يوم الجمعه. جه الجمعه اللي بعدها بيعدي ما لقاهاش، جه الجمعه اللي بعدها بيعدي ما لقاهاش. فبدا يسال عنها، هي ما بقتش تقعد ليه؟ عايز يعرف بقى مثلا اشتغلت، شافت حل فعلا، النصيحه اللي قالها لها مثلا ايه. فبدا كده ايه يستقص عنها يعني. فوصل الناس قالوا له دي قصتها عجيبه جدا، دي كانت قعدت اسبوع بس يعني، يعتبر بعد كلامه ده في نفس الاسبوع. قالوا دي بعدها التزمت بقى الاستغفار والحوقله والكلام ده كتير قوي. وكان في حد زي ما يكون قريبها من بعيد وما كانش يعرفها، هنقول مثلا ابن عمها، بس ايه عموما بعيدة شوية يعني، مش ابن عمها دايركت. فعرف عنها وعرف ان دي حد من العيلة، وكانت جميلة طبعا، وهي كانت أرملة بقى وعندها ولادها وكده. فسأل مامته هي اللي كانت تعرفها، فقال لها دي قصتها، هي قالت له دي قصتها كذا كذا كذا. الراجل ده مثلا بمعايير عصرنا اللي احنا فيه دلوقتي ده ملياردير. تمام. فجه زمان قال لها طب انا عايز اساعدها اعمل ايه؟ فمامته شرط عليه ان هو يتزوجها. فطبعا تزوجها، وبدل ما كانت عايشه في عشه مثلا، طبعا انتقلت بقى القصر ده، بقى ملياردير، فربنا فتح عليها. فالست دي كان قدرها مكتوب من الاول، والزيجه كانت موجوده من الاول، ربنا مقدر ده طبعا. و... وابن عمها ده موجود وكان ملياردير يعني كل الظروف، مفيش حاجه جدت. اللي جد قلبها لما اتغير، وان هي فعلا بقت مع ربنا. يعني ده اللي جد، اللي جد بس ان هي سعت في اتجاه صح، سعت في اتجاه سليم. هو طبعا شو يعني، كون انها كانت بتقعد من الاول وبتطلب يعني الفلوس او كده، ما كانتش حاجه حرام قوي، بس برضو كان في حاجه احلى ليها متشللها. لما اتقربت من ربنا اكتر خدتها. هي دي الفكره من القصه او الفكره من الموضوع، ان هي لما قربت من ربنا، ربنا فتحها عليها. في احاديث كتير قوي قوي هجيبها لكم، ان احنا نقولها عشان طبعا بتساعدك يعني في ساعة الرزق. وطبعا الاستغفار مفيش اي خلاف عليه. سورة الواقعة ادخلوا كده على اليوتيوب، يعني اقروا فضلها. انا برضو كنت ساعات بتردد ان مفيش حاجة مثلا في القرآن صريحة ان سورة الواقعة بتجيب الرزق، حاجة صريحة كده، آية صريحة او حاجة كده. لكن قريت من سمعت قصدي من شيوخ معينين تانيين، ان طبعا احنا بنجمع طبعا السنة مع القرآن مع الكلام ده، وانه في ان الناس بتاعت زمان يعني الارجح من الائمة والحاجات دي، ان لما حاجة تكون مجربة مع الناس وفعلا نتيجتها بانت، فدي يعتبر بناخدها برضو اصل من اصولنا يعني، وبنتبع الكلام ده. فسورة الواقعة دي مجربة مع ناس كتير، وفعلا ناس كتير اقرت ان هي بتعمل ساعة في الرزق. فاقريها، اقريها، انت مش خسرانة حاجة يعني يا ستي. اقريها كصورة في القرآن، وفي نفس الوقت ان شاء الله تجيب لك الرزق. تقربي من ربنا، استغفري،
يعني ابسط حاجه، لو انت حتى مش لاقيه شغل او ظروفك مش عارفه تشتغلي او انت كبرتي وما تعودتيش انك تشتغلي وما فيش مثلا سي في يعني تقدميه لمكان معين او ما عندكيش المهارات المعينه، على الاقل تقربي من ربنا بالحاجات اللي انت تقدري تعمليها في البيت كلها. على الاقل ممكن يكون كاتب لك الرزق عن طريق حد تاني، ممكن ولادك هم اللي يكونوا في حته تانية وتعلمهم مثلا، او مخهم يجيبهم لمشروع معين او لفكره معينه وتخليهم في مستوى معين، وهم اللي يعيشوكي كويس. يعني بلاش نبص تحت رجلينا، او بلاش نبص بنظرتنا احنا للدنيا اللي دايما بتطلع غلط، اللي هو لو كل حاجه فكرنا فيها يعني هو ازاي هيحصل لي كذا. مالكيش دعوه ازاي دي بتاعت ربنا. ربنا عنده خطط وعنده قصص وعنده حاجات تانية ممكن يعيشك فيها ما تحلميش بيها. يعني ربنا عنده خطط تانية خالص، فانت مالكيش فيه، انت اسمعي الكلام وخلاص. احلى حاجه اصلا وانت بتسمعي الكلام ده وتعمليه، ان انت تبقي متاكده ان ربنا اصلا بيعاملك وبيحاسبك على السعي مش على النتيجه. دي حاجه تحفه. يعني بجد دي حاجه تحفه. يعني تخيلي مثلا لو طالب في الثانويه العامه وقعد طول السنه يدرس بجد 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 ويبصوا خلاص، يعني هو بجد مبهدل نفسه في المذاكره على الاخر، وجي يوم الامتحان تعب وراح وحل وحش، هيتحاسب بايه في حسابات الدنيا؟ بالنتيجه اللي هو جابها. يعني بجد هو لو هو ده خلاص اخره، وهو ده مستقبله بيتحدد على الموضوع ده، فهو كان هيتحاسب بالنتيجة بتاعة اليوم المعين ده. فكده خلاص، ما هو ده ظلم الدنيا بقى. لكن ربنا عنده حاجة تانية قوي، ربنا جميل. ربنا هيحاسبه على السنة الكاملة اللي هو سعى فيها وتعب وبهدل نفسه من المذاكرة، وهيوديه لطريق في مستقبله كان لازم يجيب فيه النتيجة مثلا الوحشة دي عشان يمشي في الطريق ده، عشان يشوف بقى النجاح والفوز بعد كده. ما هو ده ربنا بقى. دي بقى حسابات الدنيا وحساباتنا اللي هي على قد عقلنا ومخنا الصغير اللي قد كده، ودي حسابات ربنا. فانا طالما سعيت وطالما عماله اعمل 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 اعمل، لازم اكون مطمنه، لازم يكون قلبي مطمن. قلبنا ده هو اللي هيغير حياتنا. لو قلبك مع ربنا هو ده اللي هيغير حياتك. فطالما انا عماله اسعى اسعى اسعى، يا رب انت قلت كذا وانا بسمع كلامك، يبقى ازاي يعني مش هاخد النتيجه؟ ما هو بالعقل. انت لو ايا كان مثلا انت في دوله ايه، لو رئيس الدوله بتاعتك وعدك بوعد، مش هتبقي خلاص هيبقى عندك شك من جواكي، ولا هيبقى عندك يقين انه اكيد هيحصل؟ ده فلان قال لي. ازاي يعني؟ بقولك رئيس الدولة قالك، هيبقى عندك شك ان هو مش هينفذ؟ اكيد هينفذ. ازاي بيجيلك شك في ربنا؟ اطلبي منه. ازاي؟ ما تقوليش ازاي هيديني، اطلبي منه. انت لو عندك 2 اخوات وانت مثلا مزنوقة في فلوس، عندك ضائقة مالية معينة، والاتنين الاخوات دول يعني كل حد فيهم في مستوى معين، يعني هنقول مثلا حد ايه على قده، على قد حاله، يعني دخله بسيط. فانت رايحه تطلبي، انت مثلا مزنوقه في 10,000 جنيه، لو رايحه تطلبي من الشخص ده وانت عارفه ان هو دخله بسيط، هتطلبي كام؟ هتطلبي ال10؟ لا، هتقولي له طب 1000 جنيه واحد. ده لو حتى قدرتي تطلبيها، ممكن تطلبي اقل. ليه؟ لان انت عارفه ان هو مقدرته قد كده صغيره. لكن لو انت رايحه لاخوكي بقى التاني ده، وانت عارفه بقى ان ربنا كرمه بقى وغني ومقتدر، وانت مزنوقه في ال10، هتقولي له عايزه ال10، هتقولي له عايزه 9، يعني هتقربي على الاقل، هتطلبي رقم اكبر. ليه طلبتي من الاولاني قليل؟ عشان انت عارفه ان مقدرته صغيره. ليه طلبتي من التاني كتير؟ عشان انت عارفه ان مقدرته كبيره، يقدر يديني. طب وربنا يقدر يديكي قد ايه؟ مقدرته قد ايه؟ ها ردي. ملهاش حدود، ملهاش اول من اخر. يبقى ازاي بتقولي ازاي هيديني؟ يعني ازاي بيجيلك قلب تنطقيها ولا تفكري فيها حتى؟ هيديكي، مالكيش فيه بقى. اذا كان وثقتي في الشخص لمجرد ان انت عارفه ان هو معاه، ربنا معاه، ربنا معاه خزائن السماوات والارض كلها، يبقى هو هيديكي وهو يفرج عليكي. امتى؟ لما توقفي اي حاجه حرام انت بتعمليها. فاكرين في بدايه القناه اديت لكم مثل كده، قلت لكم لو مامتك عايزه مثلا دخلت عليكي الاوضه قالت لك يا بنتي تعالي اقعدي معايا، اخي بقى ماما بقى انا مش قادره بقى، انا عندي مذاكره، انا نازله، انا مش عارفه ايه، لا مش قادره اقعد معاكي، وكسرتي بخاطرها كده ومشيت. وانت بقى خارجه اهو مع اصحابك، جيتي كده تفتشي في شنطتك لقيتي ما شاء الله على الحميد المجيد، وعايزه بقى فلوس عشان تنزلي. هيجيلك قلب، يعني هيجيلك وش بجد يعني، وتروحي تقولي لها ماما والنبي ما تديني كذا عشان عايزه اخرج؟ ده انت لسه مكلماها بطريقه وحشه، ولسه كانت عايزه تقعد معاكي وما رضيتيش تقعدي معاها. هترضي؟ على فكره هي مامتك وهتديكي، يعني في الاخر هي حنيتها هتخليها تديكي، بس انت يعني مش هتتكسفي بعد اللي انت لسه عاملاه معاها؟ ده مش عيب؟ طيب ربنا بقى لما كل 5 مرات في اليوم بيقولك تعالي اقعدي معايا، 5 مرات بيقولك تعالي نصلي، انت مش عايزه تصلي. يعني طبعا برضو زي ما بقولك مامتك حنينه، ربنا هيديكي. انا ما بقولش ان هو في حاجه مربوطه بحاجه، يعني لو انت مش بتصلي مش تتكسفي تطلبي، اطلبي، بس برضو على الاقل دم كده، يعني نتكسف كده ونروح نعمل اللي علينا ونكون اصلا مصلين. على الاقل اسمعي كلامك في الاساسيات. انا مش بقولك اعملي حاجه
البسي حجاب كويس، صلي الصلاة اللي عليكي، الحاجات الفروض البسيطة والله هو مطالب مننا كتير. يسيبك من السنن يا ستي والنوافل، على الأقل الفروض اللي عليكي تكوني عاملاها. على الأقل كده لما تقعدي تطلبي من ربنا تطلبي بقلب بقى، يعني حبايب بقى. يعني ربنا بيحبك عشان الحاجات الجميلة اللي انت بتعمليها، فتقدري انك تطلبي بقلب. طبعا الموضوع كبير وفي حاجات كتير، وهجمع لكم في مرة برضو فيديو تاني كل الأدعية بقى والأذكار يعني عايزة كده ايه، أسيرش من كل المصادر عشان أكون متأكدة منها بحاجات برضو فعلية إن احنا المفروض نعملها عشان بجد نوسع رزقنا. بس ابدأوا كده بالخطوات اللي أنا قلتها لكم النهاردة، وأي حاجة بجد متأكدة إنها حرام في حياتك وقفيها. ده يا بنات كانت فكرة فيديو النهاردة، وزي ما قلت لكم اكتبوا لي كده أفكار في الكومنتات. وبس كده، بحبكم في الله، واشوفكم على خير الفيديو الجاي إن شاء الله. مع السلامة.